السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده اصدقائي معانا كام خبر مهمين جدا، بدايتهم بتفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط، وايه بالظبط اللي اتفقوا عليه والمعايير اللي هيمشوا عليها لتجديد عقود اللاعبين اللي هتنتهي. كمان عايزين نعرف ان كان فعلا قفشه هيروح الزمالك ولا مش هيروح الزمالك عشان ننهي الموضوع ده. كمان هنتكلم عن امام عاشور والمشكله الاخيره اللي حصلت معاه امبارح في الكافيه اللي كان موجود فيه هو وصديقه في التجمع الاول. اخبار هامه ان شاء الله هنناقشها معاكم في الفيديو ده، بس قبل ما نبدا الفيديو حابب اشكر الناس اللي بتحب تدعمني حتى لو بكلمه طيبه او بكومنت. فعلا بيشجعني وبيفرحني جدا، خصوصا الناس اللي هي متابعاني في القناه. حابب طبعا ان انا اشكر الاستاذ وكابتننا الكبير الاستاذ مجدي الحيطي على تفاعله معنا على الفيديوهات. طبعا يعني بيحط او بينوه عن حاجات معينة احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها، وبنتكلم عنها في الفيديوهات اللي بعد كده باستفاضة. يعني فحابب اشكر الاستاذ مجدي الحيطي طبعا الكابتن الكبير على تفاعله معنا في الفيديوهات والتعليقات اللي فعلا بتفرحنا وبتبسطنا. نتكلم عن تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط النهارده. في حضور مين بقى؟ حضر النهارده مختار رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة. الخطيب قال لهم يا جماعة والله احنا عايزين نجتمع النهارده عشان هنتكلم عن تصور ونحط معايير نقدر ان احنا نتفق عليها في تقييم اللاعب للتجديد. يعني احنا هنحط شوية حاجات كده هنتكلم فيها عشان نتفق عليها بعد كده لما نيجي نقيم اللاعب عشان نجدد له. ان كنا بقى هنجدد له او مش هنجدد له، ده يستاهل 5 قروش، يستاهل 6 قروش، نمشيه خالص. فاحنا عايزين نتكلم ونعمل تصور للموضوع ده وللمعايير اللي احنا هنمشي بيها. وطبعا هو عايز يشارك كابتن محمد يوسف ووليد صلاح في الموضوع ده، لان كابتن وليد صلاح معاه ملفات لبعض اللاعبين للتجديد، فلازم يكون موجود ويشارك ويساعد لجنة التخطيط في المعايير اللي هيحطوها لتجديد اللاعبين. طيب ايه هي المعايير اللي اتفقوا عليها لتجديد عقود اللاعبين؟ زي ما احنا عارفين ان في طبعا عبد القادر وشوبير وفي ديانج والشحات والشناوي، الناس دي كلها خلاص يعني قرب العقود بتاعتها ان هي تنتهي، ومحتاجين ان احنا نقيمهم عشان نجدد عقودهم. لكن موضوع ان انت عايز تعدل عقدك عشان تبقى زي تريزيجيه او عشان مثلا زي فلان زيزو او ايا كان او فلان او فلان، لا، الموضوع ده مقفول حاليا، والاولويه للناس اللي هي عقدها هينتهي قريب. دي الاولويه لمجلس اداره النادي الاهلي حاليا. لكن بقى انا عايز اعدل عقدي اصل مش عارف ده بياخد كام وده بياخد كام، انت ملتزم بعقد بعد ما ينتهي ان شاء الله بعد سنه او بعد سنتين 3 سنين تيجي تتكلم عن تعديل عقدك. اتفقوا على معايير لتقييم اللاعبين. طبعا المعايير دي بتنطبق على كله قطاع الكره كله، يعني مش على الفريق الاول بس، لا، الفريق الاول وفريق الشباب. اتفقوا على المعايير الاتيه: اللاعب تقييمه بيخضع لسنه، يعني بييجوا يقيموا سنه يشوفوا سنه صغير سنه كبير. طب هيقدر يدينا في الملعب مش يقدر يدينا، طب هيدينا سنه 2 3. فتقييم اللاعب بيبقى لسنه، اصاباته، يعني اصاباته متكرره مش متكرره، يعني ما يكونش لاعب زجاجي زي اشرف داري كده كل شويه يتصاب. فده سبب من الاسباب الكبيره جدا عن تفكير اداره النادي الاهلي اللي بيعوا في يناير القادم، يعني بنسبه 99% اشرف داري بره او خارج النادي الاهلي بسبب اصاباته المتكرره، كل شويه يتصاب.
المدافع الزجاجي. فدي طبعا حاجه يعني عيب كبير جدا في اللاعب ان هو بيتصاب دايما. عطائه في الملعب، يعني دي من ضمن الحاجات او المعايير اللي اتفقوا عليها لجنه التخطيط والخطيب مع كابتن وليد صلاح ومحمد يوسف. عطاء اللاعب في الملعب ده عليه دور كبير جدا. عطاء اللاعب في الملعب ده من ضمن التقييمات الهامه جدا لتجديد عقد اللاعب او عدم تجديده. معدل مشاركاته، شارك قد ايه، غياباته، العقوبات اللي وقعت عليه من النادي، سلوكه داخل وخارج الملعب، ودي اهم حاجه، سلوكه داخل وخارج الملعب. دي من اهم الحاجات او من اهم المعايير اللي حطوها على طاولة الاجتماع واللي اتفقوا عليها لتجديد عقود اللاعبين. فزي ما انا قلت لكم ان في بعض اللاعبين عقودهم خلاص قربت ان هي تنتهي، وده الملف اللي هيفتحوه قريب مع اللاعبين. لكن ملف تعديل عقود اللاعبين ده اللي مقفول ومحدش هيتكلم فيه من مجلس إدارة النادي الأهلي، ولا كابتن محمد يوسف ولا كابتن وليد صلاح هيتكلموا فيه. الموضوع ده مغلق تماما تماما تماما. يعني الموضوع اللي هيتفتح بس هو تجديد عقود اللاعبين اللي هتنتهي عقودهم قريبا. قفشه هيروح الزمالك ولا مش هيروح الزمالك؟ قفشه حد بيكلمه من الزمالك؟ طب يعني في مناوشات، في نيه، مفيش نيه؟ طب ايه اللي هيحصل؟ بصوا يا جماعه، عبد الرحمن اسماعيل وكيل قفشه تم تعيينه مديرا للتعاقدات في نادي الزمالك في اغسطس 25، يعني الشهر اللي فات. وده اللي خلى معظم الناس تتكلم وتقول ان قفشه هيروح الزمالك، لان وكيل اعماله وكيل قفشه اللي هو عبد الرحمن اسماعيل بقى مدير التعاقدات في نادي الزمالك. فالناس كلها ربطت فكره ان هو راح الزمالك بان قفشه كمان هو هيروح الزمالك. والناس بتطلع وتتكلم عن الموضوع ده ان في احتماليه كبيره جدا، وفي كلام مع نادي الزمالك على ان قفشه يروح الزمالك. والكلام ده كله يا جماعه خالي من الصحه، مفيش الكلام ده خالص. ولا نادي الزمالك اتكلم مع قفشه، ولا قفشه اتكلم مع نادي الزمالك، ولا عبد الرحمن اسماعيل عرض اصلا الزمالك على قفشه. الموضوع ده مغلق تماما وخالي من الصحه، يعني لو سمعتوه في اي مكان. طب هل ممكن يحصل ان قفشه يروح الزمالك؟ الله اعلم، بس انا بتكلم حاليا مفيش الكلام ده. مفيش مفاوضات من نادي الزمالك لقفشه، ولا قفشه يتكلم مع الزمالك، ولا يتكلم مع وكيل اعماله عبد الرحمن اسماعيل عن موضوع انتقاله الى الزمالك، ولا الكلام ده خالص. مفيش. فيعني حاليا الكلام ده مفيش. هل بعد كده هيحصل يروح الزمالك؟ الله اعلم. انتوا شايفين كرة القدم كلها بقى دلوقتي بيزنس ماني، اللي معاه اكتر بيشيل. طيب، شركة الكرة في النادي الاهلي جددت تعاقدها مع اديداس حتى عام 2030، بداية من موسم 2026 27 حتى نهاية موسم 29 30. امام عاشور، يا امام عاشور اللي كل شويه نسمع عن خبر مشكله مع حد في مول، مره في كافيه. يا ايه الدنيا يعني؟ انت مشاغب ليه كده؟ طيب المشكله في امام، ولا مشكله في صاحبه اللي كان معاه، ولا المشكله في الناس اللي قعدت تصور معاه، ولا المشكله في الناس اللي بتعاكس، ولا ايه؟ يعني عايزين نفهم. محدش بيحصل معاه الحوارات دي غير امام عاشور. طب امام عاشور عنيف مع الجمهور، عنيف مع محبيه في الشارع، ما بيحبش يتصور معاهم، بيعاملهم معامله سيئه. انا يعني الصراحه مش عارف. طب ايه اللي حصل امبارح؟ امبارح بالليل امام عاشور وواحد صاحبه كانوا في التجمع الاول في كافيه حلو. وهو خارج من الكافيه في اتنين شباب صغيرين بيشتغلوا في الكافيه، راحوا قالوا له يا كابتن عايزين نتصور معاك. امام عاشور اداها الطرشه، راح ركب العربيه. فالواحد منهم اتضايق، قال له ايه؟ قال له يا رب يجي لك صليبي وما تلعب كوره تاني. كل ده عشان الواد ما اتصورش، او امام عاشور ما رضيش ان هو يتصور مع الواد ده صغير، بيقولوا صغير.
14 15 16 بالكتير يعني، في الحدود دي. فطبعا الواد او زميل صاحب امام عاشور اتضايق، ازاي يا عم انت بتدعي علينا؟ الدعاء ده ما ينفعش. قام رايح شد مع الواد، بيقولوا ان هو حصل اشتباك، ولكن في مشاده كلاميه حصلت ما بينهم، وبناء عليه الشرطه جت وخدت العيلين، وامام عاشور وصاحبه رهبوا العربيه للاسم، ولسه اجراءات المحضر شغاله حتى الان. طيب هنقول مين غلطان؟ طب امام كان مستعجل. طب يا امه ده عيل صغير عادي، ما فيش مشكله لو اتصورت معاه يعني. ما يعني انت راجل مشهور وده واجب عليك، من حب الناس فيك عاوز اتصور معاك، اتصور معاهم يا اخي، مفيش مشكله عادي. وبعدين هو يعني صاحبك ورطك في حوار انت بره عنه اصلا. ساعات بيبقى اللاعب تعبان بيمشي ما بيسمعش حد، حتى كريستيانو رونالدو، ميسي، الناس الكبيره دي بيبقى تعبان ساعات، متضايق، يتصور كتير، تعب، زهق، معاه مشكله بتاع، مشي، خلاص انت مشيت. طب صاحبك ماله مال الحوار؟ ليه بيدخلك في مشكله؟ وبعدين يعني النادي الاهلي اتورط معاك في الحوار ده، وبعدين احنا عندنا ماتشات مهمه في الدوري يعني، محتاجين تركيز، محتاجينك بقى ترجع بكامل قوتك بقى وتركيزك بقى. تبقى لك قد ايه غايب عن الملاعب؟ مش صاحبك اللي يجي يورطك، واحنا محتاجينك الفتره اللي جايه. فانت قبل كده اتورطت في كذا حكايه شبه كده. فهل هي المشكله فين؟ في الناس ولا المشكله فيك؟ يعني مفيش لاعب معاه كميه المشاكل دي، كل شويه خناقه في مول، خناقه في كافيه، خناقه مش عارف فين، امام امام امام. ف الصراحه انا مش عارف اقول ايه، ولكن ان شاء الله المشكله تخلص على خير، وامام عاشور يطلع من المشكله دي على خير، وما حدش يتاذي يعني عموما. في النهاية يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو قادم باخبار، يعني ان شاء الله الفيديو القادم جايلكم باخبار مهمة جدا، انتظروني الفيديو القادم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.